جايكم زعيم اسيا، جايكم معذب اسيا وكبرها، نادي العين اللي له صولات وجولات، جايكم واتقوا شر الحليم اذا غضب، واعتبروا من الاسبقين. شوفوا الانديه اللي فزنا عليهم، اخذناهم رايح جاي رايح جاي. فلذلك بنحبكم قوي والله يا اخواننا وحبايبنا اهل مصر، مصر الحضاره، مصر التاريخ، مصر المرجله. ولكن 90 دقيقه داخل المستطيل الاخضر، 90 دقيقه داخل المستطيل الاخضر، وديني وما اعبد. ايه ده الوضع مسمخروث وديني مدفون. بكلمك، صوتك يوصل لجمهورك، صوتك يوصل لجمهورك. نحن العنوية ما بنخافش ابدا، وما بنرحمش ابدا، وما بنتزعزعش ابدا. نحن العنوية جامدين قوي 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 قوي، نحن باشات قوي 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 قوي. يا ويلكم يا ويلكم، عايزينكم تعالوا يا الاهلي المصري، هتولع شرار. سفيان رحيم الجول الاول لنادي. محدش يقدر علينا، ما بنشوفش حد خالص. هذا علمي وسلامتكم. مع السلامه. مع السلامه. بص بقى، انا اقول لكم بس حاجه، بلاش تيجوا في استفزاز النادي الاهلي، بلاش. ده ما بيبص الوحش اللي ما بيريحش، نصيحه مني بلاش. شوفوا نادي الاتحاد لو الاهلي كان نازل ومش في دماغه بس بسبب اللي عمله جمهور الاتحاد واللي كان بيقوله اللي عمل تلب 3 خد على عينه. فبلاش الاهلي خط احمر. بلاش تستفز لعيبه الاهلي ولا جمهور الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي، لان الاهلي فوق الجميع. الاهلي مش يعني بص، بطولات النادي الاهلي وكل المنظومه يعني كل فسفوسه في النادي الاهلي هي اللي هتثبت لك الكلام ده. احسن مجلس اداره، احسن فريق في افريقيا، احسن فريق في قاره افريقيا، ثالث العالم، راح لكاس العالم على التوالي كذا مره. فبلاش الاهلي، بلاش، نصيحه منا بلاش. يعني النادي الاهلي ده انت تحط تحتيه 100 خط، تيجي عند الاهلي وتعمل ستوب، تدي تعظيم سلام، تمام. بلاش النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي ده في حته تاني خالص. بلاش بص، ما تحاولش تستفز الوحش اللي ما بيريحش، ده النسر. فبلاش، نصيحه من اخ صغير لجماهير كبيره، بلاش النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي ده تقيل جدا، تقيل. جماهيره الواحده بس يعني مش عايز اقول لك هتطيركم. فبلاش النادي الاهلي. شوف الاتحاد الكبسه. فبلاش يعني.